ازاي تبسط نفسك في نابارو باقل مجهود؟ يلا بينا. نابارو مركز ومدينة تبع محافظة الدقهلية، وتعتبر مركز رئيسي لصناعة الفسيخ والرنجة والسردين، وفيها أكتر من 50 محل مخصص لتصنيع وبيع الفسيخ، وبيزيد الإقبال عليها في عيد الفطر وشم النسيم. فتعالوا بينا ناخدكم جولة ليوم جميل في مدينة نابارو. يا اخي من اول ما نزلنا نابارو ريحه الفسيخ في كل حته. نابارو اصل الفسيخ في مصر. اول حاجه عملناها اول ما وصلنا، رحنا فطرنا عند جنه المحله من ترشيحاتكم. مكان نضيف الصراحه ومتنوع جدا في الفطار، هتلاقوا كل حاجه عنده. احنا بقى جبنا طلبين وزودنا بطاطس وبتنجان وبيض وبطاطس بانيه، ودفعنا 100 جنيه في الفطار ده. ما ينفعش الفطار من غير بيض. والفطار كان جميل الصراحه، والفول بتاعهم عجبنا جدا. بطاطس بانيه اللي يحبها قلبك. وبعد الفطار الجميل ده رحنا حبسنا بشاي في نادي اتحاد نابارو الرياضي، وده نادي فيه ملعب كرة كبير ومطعم وكافيه والعاب صغيره كده زي البنج والبلياردو والبلاي ستيشن. اندر ايه يا عم؟ مش الكلام ده 7-0 اندر والله. 7-0 يا جدعان، اتغلب اندر. بصوا انا قال الكوتشي. احنا بقى شربنا شاي ولعبنا شويه بنج محترمين، والرجاله كانت في البنج على الله حكايتهم. بعد كده رحنا عشان نجيب فسيخ ورنجه من عند الصياد، من اشهر الاماكن اللي بتعمل احلى فسيخ في نابارو. موجود في شارع 6 اكتوبر بعد الكوبري العلوي، والاسعار عنده بتبدا من 220 جنيه للخمس حبات ولحد 350 جنيه للحبه الواحده. واللي ملوش في الفسيخ عنده كمان رنجه وسردين. تعرف عن نابارو يا معاذ؟ اصل الفسيخ في مصر. وذوقيا صاحب المحل فتح لنا فسيخايه ودوقنا احلى فسيخ ممكن تاكله في حياتك. نابارو مسميينها قلعه الفسيخ في مصر. نابارو مسمينها قلعة الفسيخ عشان احنا عندنا المهنة دي أبا عن جدا من أيام الفراعنة. بنتميز هنا بمحلات كتير قوي، بننافس بعض في جودة، بعد كده السعر. ده اللي مخلينا هنا متميزين قوي. حضرتك هتشوف معايا شكل السمك الجميل ده، مش هتلاقيه في أي مكان في مصر. فسيخ موجود في كل البلاد بس مش هتلاقيه بالسمكة دي. شايف شكل السمكة فريش ازاي؟ شايف رصة القشر؟ تعرف منين السمكة حلوة؟ شايف الحمار؟ دي سمكة تشوفها ما تقدرش تفرق إذا كانت فسيخ ولا سمك طازة هيتشوى لسه. وهوريك شكل ده دلوقتي من جوه وهندوقكم الطعم كمان. شايفين الجمال ده؟ شايفين رصة القشر؟ ده يثبت لك إن السمك سليم وصحي 100%. تعالوا أفرجكم بقى. نفتح بالطريقة بتاعتنا احنا، معلش عارف إن هي بتضايق ناس كتير، بس في ناس برضه بتطلع تقول لنا انت شغال بالمقص ليه ما بتعرفش تفتح بايدك؟ لا، كل حاجه بنعملها، بس احنا بندور على اللي يريح المتابع. شايف شكل اللحم وشايف الجمال؟ ان شاء الله. لون اللحم ده ما تلاقوش في اغلب المحلات اللي خارج نابارو. شايف شكل السمك عامل ازاي؟ ده كله ده سمين، كل ده خير. تعالى لي يا معاذ كده. خش يا معاذ بقى، لعبتك دي لعبتك. سمنه بلدي يعني ده بيدوم. خدها منك يا معاذ. مش لوحده يا ابني، مش لوحده. استنى بس، ده ما باكلش فسيخ من غيره. يلا يا شاك. الناس بره بياكلوا الفسيخ مره في السنه، عندنا هنا احنا بنتسحر بيه في رمضان. ده عندنا اهم من الفراخ واللحم. ملحوظه عايز اوضحها للساده المشاهدين، الناس اللي بتقول تسمم، الناس اللي بتتعب من الفسيخ، في حاجات ما ينفعش تتاكل مع الفسيخ يا جماعه، لان دي اكله منفرده. في عندك اللبن، بيض، الجبن، شوكولاتات، قهوه، ينسون، كل الحاجات دي ممنوعه مع الفسيخ. طبعا تاكل حاجه من دي بعد فسيخ قبل فسيخ تعمل تسمم. الناس تقول لك انا اكلت فسيخ، هو ده اللي جاب لك التسمم. لا، شوكولاتات غلط، الالبان، البيض، كل الحاجات دي مع الفسيخ ممنوع. ملحوظه بحب اوضحها دايما في جميع الفيديوهات حتى بتاعتنا على الصفحه، علشان ما حدش يقع في الغلط ده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم، وسنه سعيده عليكم يا رب. حلاوه الفسيخ هو بيدوم. نعمل واحده كده. يحب قلبك. وده يقول عليه ايه؟ اكاد من فرط الجمال ادوب. وعندهم كمان رنجه درجه اولى ما دقتش في حلاوتها. اللي ملوش في الفسيخ بقى انا لا في الرنجه يا جماعه. البطروخ المرمل ده بعشقه، جامد قوي. شويه رنجه يا جدعان. ومعاذ بقى خد راحته واتبسط على الاخر وجرب السردين كمان، وكده معاذ يشعر بالسعاده.
نعزمكم كلكم على فسيخ. والصراحة الصياد ناس محترمين وحاجتهم مية مية وما شاء الله على الكميات اللي كانت عندهم. وبعد أكلة الفسيخ المحترمة دي اتمشينا شوية في شوارع البلد ورحنا صلينا في مسجد سيدي مجاهد، واحد من أقدم وأكبر المساجد في نابارو. بعد كده رحنا لعبنا شوية في ملاهي سندريلا وركبنا عربيات ب20 جنيه. وبكده نكون قضينا يوم جميل في نابارو. وشكرا لكل الناس المحترمة اللي قابلناها في اليوم ده.